بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله سبحانه وتعالى: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إن ربك، هذه الكاف تعود تشريفا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أنا وياك لا نساوي شيئا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا الرب المتولي تربية الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قضى عليه في أكثر حياته أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا، وهو أعز الخلق على الله تبارك وتعالى، فلا تحزن إن قبض الله عليك الرزق. إذن البداية بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن ربك، البداية بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، لاحظ ختام الآية: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يقدر يعني يضيق. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. خبير، الخبير العليم ببواطن الأمور، والبصير الذي يرى، والعليم بالأمور الظاهرة سبحانه وتعالى. لماذا بدأ بالخبير؟ هناك أمران. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى إذا قبض عليك الرزق فقد يكون الإنسان في ظاهره أنه يرضى عن قضاء الله، وفي باطنه لا يرضى. يعني واحد صار فقير، فسألنا: كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. قال: الحمد لله رب العالمين. الظاهر أنه يرضى بقضاء الله وقدره. ربنا قال له: أنا خبير بباطنك، في باطنك في ضيق عن الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، فكن على علم أن الله يعلم. هذا أمر. الأمر الثاني أن الله خبير عليم ببواطن الأمور. إيش يعني؟ عليم بمن يصلح أن يكون رزقه كثيرا فيصلحه سعة الرزق، وعليم سبحانه وتعالى بأن من يضيق عليه، أو بعض الناس إذا ضيق الله سبحانه وتعالى عليه كان هذا أو في هذا سبب لصلاح هذا الإنسان. فخبير سبحانه وتعالى أين يضع الأرزاق هنا وهناك. عليك أن تثق بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره.